السلام عليكم، يا هلا وغلا بالأحباب. لو نفسِك تعملي فراخ مقرمشة من برّه وطرية من جوّه أحلى من بتاعة المحلات يبقى الفيديو ده ليكِ. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ الكريسبي اللي كل العيلة بتحبها بطعم خطير وقرمشة وهم. خطوة بخطوة هاقول لِك إزاي أسرار التتبيلة وإزاي تضبط معاكِ في التحمير وتخلّيها لونها دهبي وشكلها يشهي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ولو لسه ما تعرفينيش أنا سمر ودي قناتي. يلا بينا كده نبدأ على بركة الله ونشوف الخطوات بتاعة الفيديو. أنا عندي هنا فرختين، حجم الفرخة 1600 جرام. طبعا تقدري تستخدمي فراخ أكبر أو أصغر من كده زي ما انت عايزة. أنا الفرخة هقطعها على 8 قطع أو 7 قطع، أنا هنا في الفيديو قطعتها على 7. تقدري تقطعيها كمان على 8. أول حاجة هنبدأ بيها وهو تقطيع الفراخ، وغالبية الناس ممكن مش بتعرف تقطيع الفراخ. أول حاجة أنا باقطع الأطراف بتاعة الجوانح دي لإنها بتكوّن زفرة مش حلوة. بعد كده هابتدي من الجوانب بتاعة الأوراق بتاعة الفراخ، وابتدي أقطع بالسكين، وأهم حاجة السكينة تكون حادة. بعد كده هاميّل الفراخ بالجنب كده وابتدي آخُدها بالداير. يعني أدوّر الفراخ كده وابتدي أقطع النُص اللي فوق عن النُص اللي تحت. بعد كده بابتدي أشيل المؤخرة بتاعة الفراخ، لإنه برضه بتجمّع زفرة مش حلوة خالص. هابتدي أقطّع كده، ويا جماعة ناخد بالنا لو السكينة حادة علشان ما حدش يتعور. بعد كده هابتدي أقسّم الفراخ على 3 قطع. هابتدي على 4 قطع عفوًا. هابتدي أشيل الدبوسة لوحدها، هاضرب كده ضربتين علشان أكسر العضمة. وبعد كده هابتدي أكسر الفراخ بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. وبعد كده الجزء اللي ما بين الدبوستين أنا باقسمه على 2. أنتِ لو عايزاها قطعة واحدة تمام، بس أنا هنا الفرخة كبيرة، طبعًا أنا الكاميرا بعيدة شوية فالفرخة باينة صغيرة، لكن هي في الطبيعة أصلًا كبيرة. هابتدي بقى من الجنب بتاع الصدر بتاع الفرخة وابتدي أقطع من الناحيتين علشان أشيل الرقبة. طبعًا ال الرقبة أو الهياكل عامةً ممكن تقدري يعني تسلقيها وتستخدمي الشوربة بتاعتها. تمام، بابتدي أخلي الجلد من الفراخ وتقدري برضه تخلّيه، بس أنا طبعًا صحيًا أنا باشيل الجلد بتاع الفراخ. وبعد كده بابتدي أقسم الصدر بتاع الفرخة على 3 قطع. عندي الجزء اللي من تحت أنا هاقسم، شايفين الفرخة من النُص الصدر يعني هاقسمه من النُص كده، وأشيل القطعة اللي من تحت زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. بعد كده الجزء اللي فوق أنا هابتدي أقطعه على 2. تمام، ابتدي اقطعي ال الجزء اللي فوق ده كده اقسميه على 2. بعد كده في بولة أو في حلة، وبعد كده ننزّل فيها الفراخ ونغسلها كويس جدًا. طبعًا أنا دي الفرخة الأولى وإحنا شُفنا كل الخطوات، فهابتدي أنا الفرخة التانية أقطعها بالشكل اللي أنتم شُفتوه في الأول. تعالوا بقى للفراخ بعد ما بنغسلها كويس جدًا بالخل والملح والدقيق زي ما أنتم شايفين اللهم بارك نضيفة جدًا. هابتدي بقى أتبِّل الفراخ. عندي تتبيلة الفراخ ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، وتوابل فراخ، بابريكا وكاري. وابتدي أقلِّب كل المكونات دي مع بعض وأتبِّل بيها الفراخ. عندي عصير ليمونة كاملة وعندي معلقة كبيرة من الخل، وده بيدّي تسوية حلو جدًا للفراخ وكمان بيضيّع منها الزفارة. وعندي معلقة كبيرة من معجون الصلصة، وعليها معلقة كبيرة من الكاتشب. زي ما أنتم شايفين أنا حطيتهم الاتنين على بعض، معلقة كبيرة من معجون الصلصة ومعلقة كبيرة من الكاتشب. قلّبي كل المكونات دي، وبعد كده هننزل على الفراخ بمَيّة مغلية. قبل ما ننزل بالمَيّة المغلية يا جماعة قلّبي كل المكونات دي كويس مع بعض علشان تتغلِّف الفراخ بيها. المَيّة المغلية فكرتها إن هي بتسرّع من تسوية الفراخ، وكمان بتخلّي الفراخ معاكِ مستوية وحلو جدًا. لو أنتِ كمان محتاجة شوربة ممكن تغلي الفراخ وتسويها نُص سِوَى. كمان أنا مش محتاجة كنت الشوربة، فأنا دلقت عليها بس شوية مَيّة كده وسِبتها ليلة كاملة بايتة في التلاجة. يعني أنا نازلة شايفين المَيّة سخنة بتغلي، سِبتها ليلة كاملة في التلاجة ما قلبتش عليها، وتاني يوم ابتديت أحمّرها. الفكرة دي بتخلّي اللحم بتاع الفراخ طري ومستوي جدًا. الملح والخل كمان بيسرّعوا من التسوية بتاعة الفراخ، فده بيفرق جدًا في الطعم. هنريّح الفراخ دي لو أنتِ مستعجلة عليها طبعًا ما ننساش الملح، تضبّطي الملح على حسب طعم الفراخ أو حسب الرغبة. بنسيبها ليلة كاملة علشان تشرب من التتبيلة بتاعتها، والعضم كمان بتاع الفراخ أنتِ يعني الفراخ بتاكليها لدرجة إن أنتِ ممكن تاكلي العضم من كتر جمال التتبيلة بتاعتها.
نفس التوابل اللي استخدمتها في تتبيلة الفراخ هاستخدمها برضه في الحشوة اللي إحنا هنستخدمها النهارده. عندي الحشوة كوباية من الدقيق ونزلت عليها بنفس التوابل اللي تبلت بيها الفراخ، وهانزل عليهم ببيضة وعلبة زبادي وكوباية من المَيّة. قلّبي كده كويس المكونات مع بعض، وبعد كده هنعمل عجينة ودي اللي هتخلّي العجينة ثابتة معاكِ، والحشوة بتاعة الكريسبي تبقى ثابتة ما تفُكِّش معاكِ في التحمير. انزلي بكوباية المَيّة كده ونشوف برضه لو محتاجة مَيّة تاني، أنا استخدمت هنا كوباية ونُص. قلّبي كل المكونات دي كويس جدًا لغاية ما تتجانس مع بعض، وبعد كده هنبتدي نحشي بيها أو نتبِّل بيها الفراخ، يعني ده الغلاف الخارجي اللي هيبقى للفراخ الكريسبي، ودي وصفة يا جماعة هتعتمدوها جدًا، حلوة جدًا، جدًا. الطعم بتاع الفراخ واللحمة بتاعة الفراخ شاربة من التتبيلة، فبجد والله الوصفة رهيبة جدًا. أنا طبعًا زي ما أنتم شايفين هنا أنا ضِفت نُص كوباية من المَيّة لغاية ما العجينة بقت معايا بالشكل ده، ملمسها ناعم وكريمي. أهم حاجة ما يكونش فيها أي تكتلات، وهنبتدي بقى نغلف الفراخ. طبعًا بعد ليلة كاملة زي ما أنتم شايفين ال الفراخ أنا صفيتها من المَيّة، وبعد كده هابتدي أنزّلها في التتبيلة اللي إحنا عملناها مع بعض. هننزّل الفراخ ونغلفها كويس جدًا بالتتبيلة دي، وبعد كده هانزل عليها بال دي ستريبس بتشتريه من العطار، تقولي له أنا عايزة ستريبس خشن، فهو بيدّيه لِك بالشكل ده. ده الشكل المعتاد اللي إحنا بنشتريه من المحلات، يعني اللي بتبقى الشكل الجاهز، فأنتِ بتقولي له أنا عايزة ستريبس خشن. طبعًا أنا هاتبِّل الفراخ بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، بانزّله الأول في خليط ال البيض والزبادي، وبعد كده هانزل عليهم في الستريبس الخشن، وبعد كده هاسيبه بقى في التلاجة. لو أنتِ عايزة تشيليه في الفريزر ممكن تعمليه بالشكل ده، وتعبّيه في علب كده وتدخّليه الفريزر، أو ممكن تحطيه في أكياس وتخلّيه بقى يبقى جاهز على التحمير. دي أهم حاجة نضغط كويس على الستريبس ده يا جماعة علشان خاطر ما يفكش مننا. زي ما أنتم شايفين أنا خلّصت كل الكمية الموجودة معايا، تقدري زي ما أنا قُلت تشيلي منها في الفريزر وتركنيها، وممكن تستخدميها كمان طازة في نفس اليوم. وعلى فكرة لمّا بنشيلها في الفريزر كإننا لسه برضه عاملينها طازة، بتبقى طعمها حلو جدًا. في زيت سُخن بس مش سُخن جدًا، يعني زيت متوسط الحرارة، تمام، وبعد كده أنزل فيه بالفراخ. أهم حاجة الزيت ما يكونش سخن جدًا، عشان لو سخن جدًا الفراخ هتحمّر معانا بسرعة ومش هتبقى مستوية من جوّه. فعلشان الفراخ تستوي معاكِ حلو جدًا النار هتكون متوسطة، تمام. ويُفضّل يا جماعة إن إحنا كمان لو ادّينا للفراخ نُص سلقة بتبقى أجمل، بس أنا علشان سِبتها ليلة كاملة فاللحمة بتاعة الفراخ كانت مستوية حلو خالص. طبعًا هنا أنا بعد ما خلّصت كل تحمير شايفين الشكل خطير والطعم يعني مش عارفة أوصف لكم جماله. عملت جنبه سلطة كول سلو، تقدري كمان تعملي جنبه شوية بطاطس محمرة، وأحلى غدوة بجد يا جماعة والله أحلى من المطاعم، حاجة نضيفة وعملتيها بإيدِك في البيت وهتفرّحي بيها أولادِك. لو أنتِ بقى لسه ما اشتركتيش في القناة يبقى فايتِك كتير، ولازم تجرّبي كل الوصفات الاقتصادية اللي على القناة. أنا سمر ودي قناتي، ولو لسه ما اشتركتيش انزلي واشتركي في القناة. السلام عليكم، في رعاية الله.